السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة بقى فراخ النهاردة جميلة جدا، سهلة وبسيطة. يعني انت لو أول مرة تدخلي المطبخ أو هتعملي فراخ هتعمليها وتطلع وياك في منتهى الروعة، ومش هيختلف عليها اتنين. الخضار مستوي 100%. تتبيلة بسيطة وسهلة وجميلة جدا، بتديكي اللون بقى والطعم الممتع الرهيب السهل الممتنع. تعالوا يلا على طول من غير ما نشكر في الطريقة ونشوف طريقتنا. أهم حاجة عندي البهارات. أنا عندي ملح وفلفل وزنجبيل وقرفة وكركم وشطة وبابريكا وبهارات فراخ. طبعا الشطة اللي حباها سبايسي ممكن الاستغناء عنها. كل اللي هي البهارات بتاعتي دي معالق صغيرة. عندي عصير ليمونة كبيرة. عندي معلقتين دبس رمان، ده مهم جدا أساسي في الوصفة بتاعتنا. موجود على فكرة، يعني أي بقال ممكن هتلاقي عنده دبس الرمان. عندي هنا معلقة صلصة كبيرة، صلصة اللي هي الجاهزة. تتبيلة سهلة جدا وحاجاتها بصوا حاجات بسيطة ومكوناتها في كل بيت. معلقتين كبار زيت. قلبي بقى اللي هي الجمال ده كله كده مع بعض. وبعد كده أنا عندي حوالي 3 فصوص توم مبشورين. التوم برضو جميل جدا مع الوصفة ديت. يعني احنا اي مكون احنا حطيناه مهم جدا، ما تستغنيش عنه. بعد كده بعد ما قلبناها كويس هنشيل حوالي معلقتين ونص لثلاثة كده منها، هنعوزهم دلوقتي. الفراخ بتاعتي انا طبعا غسلها كويس ومنشفاها. انا بصراحه بحب الاوراق في اللي هي الوصفه ديت او وصفه الفران. نحطها في الفرن. يعني ممكن فرخه وتقطعيها، او ممكن فرخه سليمه برضو هتنفع في التتبيله دي. سيبيها بقى اقل حاجه ساعتين عشان تاخدي منها الطعم اللي احنا عايزينه. اقل حاجه التتبيله في ساعتين يا حبايبي. لو زودتي هيكون افضل واحسن طبعا مليون في الميه. عندي بقى البطاطس قطعتها بالشكل دوت. يعني انا كان عندي كوستين برضو قلت هعملهم وياهم. وعندي بصله كبيره مقطعاها، وعندي فلفل الوان وطماطمايه شايله القلب بتاعها. يعني البطاطس انا قطعتها كده يعني كتغيير بدل الشكل التقليدي او المدور، يعني كده ايه. يعني جميل والله. يعني جربي كده تغيير حاجات بسيطه بتبقى حلوه يعني يعني كتغيير في الاكل. هحط بقى اللي هي الخضار بتاعي كله في الطبق بتاعي او الطاجن بتاعي اللي هدخله الفرن، وهحط عليه طبعا 3 معالق الصوص اللي هي من التتبيله اللي احنا سبناها. التتبيله دي ممكن والله جميله جدا. بصي بتاكل الخضار كده لوحده من غير فراخ، تحفه بجد، يعني طعمه لذيذ جدا. حطيت برضو اللي هي الفلفل بتاعي. تمام. يعني ممكن على فكرة لو انت مش عايزاهم فيها خضار ممكن تشويها كده لوحدها. يعني حطي الصوص لوحده ودخليها الفرن، او ممكن تحطي تحتيها بصل بس، ده اللي يريحك. يعني بصل بس او الخضار زي ما انا حاطه، او يبقى او اللي هي لوحدها مع الصوص. طبعا بقيه الصوص مش هنكبه، ده مهم جدا. هنحط بقى ايه عليها كده. وطبعا احنا فاتحين الفرن دلوقتي على حراره 200. طبعا هنغطيها الاول على حراره 200. هنحطها على الصاج الاول. مهم جدا يا جماعه التسويه على الصاج الاول من نص ساعه لساعه الا ربع. لو انت عايزه فيها صوص يعني طلعيها على الشبكه وهي فيها صوص شويه عبال ما تستوي، عشان ما ينشفش قوي. لو انت عايزاها ناشفه زي المشويه بالظبط، خلي الصوص لغايه ما ينشف، وبعد كده حطيها على الرف الاوسط. بقت الساعه ونص لان هي السوا كامل ساعة ونص. وبعد كده افتحي الشواية بقى ال10 دقايق الأخر علشان الوش يحمر ويديك اللون الرهيب ده. طبعا هتشيلي ورقة الفويل طبعا لما انت تشغلي الشواية، وتطلع بالجمال والروعة اللي انتوا شايفينه ده. قدمي بقى بالطريقة اللي انت عايزاها. الخضار روعة، الفراخ أجمل منها، الرز مفلفل بتاعنا الأبيض اللذيذ. ما شاء الله مستوية. هقول لك إيه، مهرية. طعم التتبيلة يا جماعة والله رهيب. بس أهم حاجة سيبيها أكتر من ساعتين كمان. يا ريت تسيبيها أكتر من ساعتين أو تبيتيها، ده يبقى يعني إيه تمام كده. شايفين اللحمة ما شاء الله بيضة، الخضار مستوي 100%. الفراخ ما شاء الله بصي كله يعني ما شاء الله حاجة يعني إيه مظبوطة زي ما بيقول الكتاب. أتمنى فعلا إن الوصفة تنور رضاكم وتنفذوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.